الحاج صالح عبد الله الزيدان، خبير الصحراء وقصاص الأثر، عمل بالبعثات الجيولوجية وعمل في كدليل الصحراء. مثل حضرتك عم الحاج صالح، الصحراء اللي هي على الحدود المصرية الليبية دي السودانية يمكن السيطرة عليها. السيطرة عليها الحكومة تنفذ ما كان في 67. ازاي؟ نفذ ما كان في 67 ان ما فيش مدني يرخص عربية غير استحالة. دفع رباعي. ما فيش حاجة اسمه مدني يرخص عربية بغير الا الحكومة او الجيولوجيا او العربيات المعينة وبخط فيها. كده واخد بالك يبقى سيطر على الصحراء. واحد يخش الصحراء بغير يبقى ده مخالف. يقبض عليه على طول. يبقى خلاص هو سيطر على الصحراء كلها ما دام ما فيش عربيات غير ملكي. ما دام ما فيش عربيات غير ملكي يبقى هو سيطر على الصحراء كده. يبقى كلها انضمت من داخل كده يبقى هو سيطر على كده. لكن حسابها كده هو في بالك كل مدني كل غير دلوقتي يرمح في الصحراء ده على كيفه. الطريق مفتوح لكل واحد. كده ما ينفعش. شكرا للحاج صالح عبد الله الزيدان، نتمنى تفعيل الرأي ده. شكرا لحضرتك الحاج صالح.